السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مالح وحلو مع ام رشيد الدار داركم. جيتكم اليوم بهذا التحليه اللي راهي دايره ضجه في مواقع التواصل، سلطه الفواكه ولا تحليه سلطه الفواكه بالفلان. بنتها هبال تاع الدنيا ولا اروع، صدقوني روعه روعه روعه. انا كنت لقيت بها في التيك توك، هيا قلت نشاركها معكم وان شاء الله تعجبكم. وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالجيم للفيديو، بارطاج مع احبابكم وصحابكم. إلا شفتوا الفيديو يستاهل الجيم والبارطاج. نجوزو مباشرة لطريقة التحضير، فرجة ممتعة. اول حاجه راح نوجدوا الفلان اللي درناه كطبقه اولى. راح ندير له زوج كيسان حليب، زوج كيسان ونص حليب مع باطا فلان بذوق الفانيلا، زوج مغارف مايزينا، زوج مغارف سكر. هذه الطبقة الأولى نحطوها فوق النار تغلي. هنا درت زوج جاني على زوج ريتلات، زوج كيسان ونص حليب. ودرت لها زوج مغارف مايزينا وزوج مغارف سكر وباطا فلون بذوق الفانيلا. هذه الطبقة تاع الفلون تاعنا. نخلط بارد في بارد ونحطها فوق النار على نار قليله. كي نشوفها عقدت لي، اختر لي هذاك الخليط تاعي نحيه فوق النار. انا هذه المرحله درتها المرحله الثانيه. اول حاجه درتها كنت وجدت الكاطو كطبقه اولى. هنا كانوا عندي واحد 4 حبات ولا 5 كاطو ماكاو. كرازيتهم هكا بيدي. عام بعد زدت عاودت شويه في الاشواغ، رحيتهم درت لهم مغرف مارغرين ذايبه. راك شغل رملتهم باش من بعد ما يجينيونيش كي نديرهم في الكؤوس تاع التحليه. هذه التحليه تقدروا ديروها في حجم جماعي عائلي، تقدروا ديروها في كؤوس فرديه، يعني انتم احرار. هنا راني نرمل في هذاك الكاطو. تقدروا تستغناو على هذه المرحله كطبقه اولى، ديروا مباشره الفلان ديالكم. هنايا وليت لهذيك كي عمرتهم كامل في الكؤوس. انا خدمت في هذه الكؤوس نيطاليهم كامل، شغل نكرازيهم كامل هكا باش من بعد كي ندير الفلان ما يطلعليش الطبقه تاع الكاطو. نكملهم كامل ومن بعد عاودت وليت للفلان ديالي نطيبو. هذه كمرحلة أولى، وقلت لكم تقدروا تستغناو على الكاطو، ديروا مباشرة الفلان كطبقة أولى. هنا راني نزير فيهم هذاك الكاطو باش يشد لي بلاصتو. فوالا، وحطيتهم بجهه. رحت للفلان ديالي راني نخلط فيه حتى يعقد لي مليح كيما نخدموا الفلان العادي. وردوا بالكم تتبركس لكم المايزينا ولا تتحرق لكم، راح تعطيلو ذوق ماشي مليح، مر، تعطيلو بالمراره. انا درت ذوق الفانيلا، تحبوا ديروا ذوق الليمون ولا ذوق الكراميل انتم احرار، يعني انتم اللي تتحكموا في الذوق تاع التحليه تاعكم. هنايا بعد ما طاب لي هذاك الفلان راني نفرغو في ليفيرين تاوعي في هذا الكؤوس ونحطو يبرد. بعد ما خليته يبرد رحت نوجد انا الفواكه تاوعي. هنا معليش الا طلع لكم الكاطو، خصكم تقدروا تستغناو على الكاطو. الفواكه تاعي انا كانت عندي كان عندي حبيبه كيوي، حبه بنان، حبه تفاح، واحد 4 حبات ولا 5 تاع فريزه، وعندي هاد الاناناس المعلبه. شوفوا ديت واحد 4 دوائر، ما درتهمش كامل، وقيله درت زوج برك ولا 3. درت زوج ولا 3 برك. البنان درت نص حبه، والتفاح درت نص حبه، والفراوله درت 3 حبات برك. يعني باش نكسر الالوان، باش الالوان هذوك يولوا لي زاهين. كي تشوفي التحليه تاكل العين قبل الفم. يعني احنا دائما ناكلوا بعينينا، ماشي كي نشوفوا الحاجه شابه هكا تاتيريك. على بها قلت لكم شغل تقدروا ديروا من كل نوع حبه. فوالا، هنايا الفراوله راني نقطعها كاع رقيق رقيق. شوفوا سلطه الفواكه كل وحده دير الوصفه اللي تعتمدها هي. انا هنايا درتها بدون اي اضافات. قطعت الفاكهه تاعي، عصرت لها القارص وحطيتها تطلق السيرو تاعها. انا عندي وصفه سلطه الفواكه في القناه، تحبوا نحط لكم الرابط في صندوق الوصف ما كاش مشكل، ولا كتبوا سلطه الفواكه مالح وحلو مع ام رشيد راح تخرج لكم. انا مرفه ندير لها سيرو ومرفه ندير لها المزهر. وهنا ولا تقدروا ديروا لها غير عصير برتقال، ولا انا هنا درت لها عصير البرتقال، يعني كميه صغيره برك، ما درت لهاش بزاف.
تقدروا ديروا لها المزهر تاني تنكهوها، ولا تخلوها هكذاك. وشنو عصروا لها القارص باش ما يكحللكمش الفواكه تاعكم. هنا قطعت هذيك الحبه تاع الكيوي كما يقول وليدي رشيد، الويكي. وزدت جبت هذيك النص حبه تاع البانه، قلت لكم ما درتهاش كامل لانه الحبه كبيره. والفاكهه الله يبارك ما شاء الله عطات لي كميه ما شاء الله. قلت لكم من كل نوع ديت زوج حبيبات ولا حبيبه حبيبه، يعني كفات لي ووفات لي هاد سلطه الفواكه. هنا زدت جبت هاد الحبيبه تاع البنات التفاح، شوفوا كبيره ما شاء الله، درت نص. وانا درتها بقشورها، كاين اللي يحبها بالقشور كاين اللي يحبها بلا قشور. نص درتو بالقشور ونص درتو بلا قشور، ولو انه الفوائد كامل يعني في القشره تاع التفاح. كملت قطعتها كامل، زدت عصرت لها شويه قارص، وزدت لها شويه من عصير البرتقال كما راكم تشوفوا فوالا، وخليتها بجهه. بعد ما جمد لي هذاك الفلان ديالي، جبت سلطه الفواكه ديالي وبديت ندير في هذوك الكؤوس. حاولوا تسويوها كامل. اللي يحب يضاعف الكميه يضاعف، انا هذه الكميه يعني دارت لي ما شاء الله. بالمناسبه اللي لحق لهذه المرحله من الفيديو قولوا دير لي جيم الا مازال ما درتوليش جيم، واللي مازال ما اشتركش في قناتي نقول له اشترك في القناه، فعل الجرس ليصلكم كل جديد، وان شاء الله تكبر العائله. مازلنا دائما في سلسله وصفات شهر رمضان، ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا، وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. نكمل كاع هذيك الفواكه نحطها فوق الفلون هذاك، ونزيد نروح نوجد الطبقة الثالثة. هذا تحلية سلطة الفواكه ولا أروع، يعني راهي غزات مواقع التواصل، راهي دايرة حالة، على هذا حبيت نشاركها معكم. وبيان سور درت لها اللمسة تاعي اللي هي ضفت لها قاطو الماكاو. هنا الطبقة الثالثة واش جبت عصير حبة برتقال ولا زوج حبات برتقال، زدت لهم نص كاس ماء ولا كاس ماء كيما تحبوا، درت لها مغرف مايزينا ومغرف سكر. تقدروا ديروا زوج مغارف مايزينا الا حبيتوا تجيكم الطبقة الثالثة عاقدة، وديروها شوية بزيادة. يعني انا الطبقة الثالثة ما درتهاش كبيرة بزاف، ما حبيتهاش تكون طبقه باينه بزاف تاع كطبقه ثالثه. هنا زدت لها عطر البرتقال باش نزكي هذاك الذوق تاع البرتقال. درت عصير حبه برتقال، ودرت نص كاس سكر، مغرف مايزينا مغرف سكر، ودرت عطر البرتقال. تقدروا تخدموها غير بالما، ديروا زوج كيسان ماء، زوج مغارف مايزينا، زوج مغارف سكر، وديروا عطر البرتقال، راح يجيكم تقريبا كيما السوبر كريم. هنايا خلطتها وحطيتها فوق النار حتى تعقد. شوفوا قلت لكم الا حبيتوها تجيكم عاقده الطبقه خلوها تعقد، وديروا زوج مغارف مايزينا. انا ما حبيتهاش تجيني طبقه كبيره وما حبيتهاش تجيني عاقده بزاف، لهذا خليتها شغل باش نكسر اللون برك تاع التحليه تاعي. لهذا هذه هي اللمسه تاعي. قلت لكم انا التحليه صح راهي دايره حاله في مواقع التواصل، شفتها بزاف قنوات وزدت شفتها في التيك توك، قلت نشاركها معاكم لما لا. ولكن درت دائما اللمسه تاعي، يعني ماشي كوبي كولي، باش اللي تشوف الوصفه ما تقولش سرقتيها لفلانه ولا جبتيها من عند فلانه، يعني راهي غزات المواقع التواصل. هاي الطبقه الثالثه انا ما درتهاش كبيره بزاف، نتوما تحبوا ديروها كبيره ديروها. هاي لك التحليه تاعي جات ولا اروع تحليه، بنينه 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 بنينه، توالم في رمضان مع الواحد يكون صايم نهار كامل عطشان يبرد بها. ان شاء الله تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوليش جيم، بارطاج مع احبابكم وصحابكم، وتهلاو لي في روحكم بزاف بزاف، وانتظروني دائما في سلسله وصفات شهر رمضان المعظم. بقاو على خير خاوتي العزاز، وتهلاو لي في روحكم. سلام.